السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله بنتكلم في فيديو جديد معانا. زي ما قلت لكم إن إحنا هنعمل بروجكت from A to Z لوحدنا. باستخدام طبعا إحنا النهاردة هنستخدم في البروجكت ده requests، طبعا دي ثابتة معاك في كل المشاريع اللي أنت هتستخدمها. وهنستخدم معاه Beautiful Soup، لأن الموقع النهاردة مش دايناميك، بس الموقع في كذا تريك، وموقع مهم جدا ان احنا نسحب منه الداتا ونتعلم التريك دي، لان اللي احنا هنتعلمه هيكون مهم جدا في التكنيك بتاعنا بعد كده في موضوع السكرابنج، ان احنا هنحتاجه في كذا موقع. تمام. آه النهارده مش الفيديو هيكون طويل شوية اعتقد، لان احنا هنتعلم كل حاجة نجربها قدامنا. فخلينا ندخل في الموضوع على طول. احنا الموقع اللي هنعمل له سكرابنج هو box.toscrape.com، اللي هو موجود عندنا هنا اهو بالمنظر ده كده. تمام. الموقع يبان ان هو بسيط. تمام. محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج ادخل على كل كتاب، هجيب التايتل بتاع الكتاب وسعر الكتاب وموجود في الستوك ولا لا. تمام. وهنزل تحت، هحتاج ان انا اجيب الديسكريبشن، هحتاج هحتاج ان انا اجيب اليو بي سي، البرودكت تايب، السعر، الافيلابيلتي. ما احنا الافيلابيلتي احنا اخترناها فوق. ومحتاج نجيب النمبر اوف ريفيوز. طيب هي التريك هنا فين؟ ان الداتا دي مش موجوده في الصفحه الرئيسيه، مش موجوده هنا في الهوم بيج. يعني انت لما تيجي تاخد بالك هتلاقي ان الهوم بيج قدامك هنا مش موجود فيها الداتا بشكل رئيسي. فاحنا محتاجين ندخل على لينك كل كتاب. شايف؟ ندخل على لينك كل كتاب، ومن خلال لينك كل كتاب نبتدي ان احنا نجيب الداتا منه. طيب احنا هنعمل الحاجات دي ازاي؟ طيب هنعمل الحاجات دي عن طريق ان احنا اول حاجة هنجمع لينكات كل الكتب الموجودة. بعد ما نجمع لينكات كل الكتب الموجودة هنعمل عليها ريكوست. يبقى انت عرفت كده الخطوات معايا. من اول خطوة هنروح نجمع اللينكات بتاعت كل كتاب. بعد ما نجمع اللينكات هنبتدي نعمل عليها ريكوستات. فاحنا هنعمل عليها ريكوستات ليه؟ علشان ندخل على كل لينك، وكل لينك ده عبارة عن كتاب. وبعد كده بقى هنعمل في الاخر عملية الايه؟ عملية الباجينيشن. طيب خلينا نروح للكود بتاعنا ونبتدي شغل على طول علشان ما نضيعش وقت. تمام. عملنا فايل سميناه بروجكت، هنبتدي ان احنا ايه نشتغل عليه بالشكل ده. اول حاجة انت اتعلمتها طبعا ان انت هتعمل ايه؟ هتعمل امبورت. فاحنا اول حاجة محتاجينها هنعمل امبورت لايه؟ لريكوستس. تمام. تاني حاجة قلنا هنستخدم بيوتيفول سوب، فهنقول له فروم بي اس 4 احنا عايزين نعمل امبورت لايه؟ لبيوتيفول سوب. تمام. احنا كده تمام. ايه تاني محتاجينه؟ فاكر احنا لما كنا بنيجي نعمل سيف للداتا، احنا كنا بنسيف الداتا كلها على اساس ان هي جيسون فايل. طيب احنا مش عايزينها جيسون المره دي، احنا عايزين نجرب حاجه جديده، وهي ايه؟ امبورت لسي اس في. هل احنا ما استخدمناش السي اس في قبل كده؟ لا، احنا استخدمناها. وعلمتك الطريقه، الفيديو اللي كان بيشرح ازاي نخزن الداتا كنت شارح لك فيه ازاي تخزن الداتا سي اس في، وازاي تخزن الداتا على شكل جيسون. بس عملنا مشروعين بعدها. المشروعين استخدمنا فيهم ان احنا بنسيف الداتا جيسون لان هي كانت سهله. وكمان المشاريع اللي احنا عملنا بيها ال- اللي سيفنا الفايلات على هيئة جيسون كانت محتاجة الشكل بتاع جيسون. السي اس في ما كانش هيبقى احسن حاجة فيه. تمام. طيب هل دي بس المكاتب اللي احنا محتاجينها؟ اعتقد ان احنا هنحتاج على الاقل مكتبتين كمان. بس خلينا من خلال الفيديو نعرف احنا محتاجين ايه. بمعنى ان احنا هنبتدي نطبق في المشروع، فهيبتدي قدامنا عقبات. العقبات دي هتحتاج مكتبات نعمل لها امبورت. فالموضوع ده هيبقى احسن، بدل ما اروح اقول لك مثلا احنا هنعمل امبورت لمكتبة كذا وكذا وتيجي تلاقيني مستخدمهم بعد كده. مش هتثبت في دماغك. هتثبت في دماغك امتى؟ لما نلاقي المشكلة ونلاقي الحل بتاعها ان انا هروح اعمل امبورت للمكتبه الفلانيه. فانت كده تمام، ربطت في دماغك ان المشكله الفلانيه معاها ان احنا محتاجين امبورت للمكتبه الفلانيه. تمام. طيب محتاجين بقى في المشروع ده برضو نركز على حاجه، ان احنا نسمي كل حاجه بمسمياتها. بمعنى اليو ار ال اللي هو دلوقتي هنسميه current يو ار ال. بعد كده ان احنا مثلا هنبتدي ان احنا نسحب كل يو ار ال بتاع كل كتاب. فده هيبقى ليه اسم تاني. ليه؟ علشان بعد كده لو لقيت مشكله في الكود، لقيت مشكله في الداتا، لقيت مشكله باي شكل من الاشكال، ابتدي ان انا اتعامل معاها. فانا ما ابتديش
فانا ما ابتديش اسمي الفاريبلز عندي باسامي غير واقعيه، انا عايز اسميها بكل الاسامي اللي موجوده عندي في الموقع. تمام. فعلى بركه الله خلينا نبدا. يلا هنعمل ايه؟ اول حاجه هنكتب الرابط بتاعنا، هنسميه ايه؟ هنسميه current underscore page underscore URL. ده اليو ار ال بتاعنا. تمام. هيبقى كالتالي، هنروح ناخد كوبي بيست من هنا اهو، كوبي بيست. تمام. دي اول حاجه، ان احنا خدنا اليو ار ال بتاعنا. طيب بعد ما ناخد اليو ار ال بتاعنا محتاجين ايه؟ في طريقه، وفي ناس تقول لك ايه، ان انت دلوقتي السي اس في فايل بتاعك انت ممكن ان انت تغير اسمه. يعني ممكن تسميه مثلا على اساس ان احنا هنا شغالين على موقع كتب بوكس داتا دوت سي اس في. طيب في ناس تانية تسميه باسم تاني. في ناس بتحب او شركات تقول لك انا البروجكت عندي محتاج ان انا اطلع آم، كل فايل باسم مختلف. فاحنا هنعمل فاريبل هنا هنسميه سي اس في اندرسكور فايل نيم، فاريبل عادي جدا. وده هيبقى اسم الفايل، بحيث ان احنا لو حبينا ان احنا نغير فيه نروح على الفاريبل ده ونغير منه، احسن ما ندخل على الكود ونغير من جوه. فاحنا هنسميه ايه؟ هنسميه مثلا بوكس اندرسكور داتا دوت سي اس في. تمام. تمام جدا جدا جدا. في الفيديوهات اللي فاتت وفي المشاريع اللي فاتت احنا ما كناش بنهتم بجمالية التيرمينال، ولكن احنا مع المشاريع دي محتاجين نظبط بقى كل حاجة. لان انت خلاص بقيت عارف كل حاجة، بقيت عارف الاكواد، بقيت عارف تظبط الكود بتاعك بشكل كويس. فاحنا كنا بنركز قوي على الاجزاء التكنيكال جدا في حته المشاريع بتاعتنا. انما احنا دلوقتي عايزين نركز كتكنيكال، وعايزين نقدم التيرمينال بتاعتنا بشكل كويس. وكمان على فكره ده من ضمن التكنيكال، ان احنا عايزين نخلي التيرمينال بتاعتنا تساعدنا في ايه اللي بيطبع قدامي. فاحنا هنعمل برنت بسيطه هنسميها ان هي تعمل لي ايه. هتقول لي كده من اول ما ببدا المشروع starting scrapping all pages. تمام. هنبدا نعمل سكرابنج للايه للصفحات كلها. ماشي. نبتدي بقى ان احنا نشتغل. اول حاجه بنعمل ايه؟ بنفتح الفايل بتاعنا. الفايل بتاعنا بنفتحه ازاي؟ هنقول له with open ونفتح قوسين. ال- اول حاجه بنكتبها هي اسم الايه، اسم الفايل. فاحنا واخدينه فاريبل فوق اسمه ايه؟ اسمه سي اس في اندرسكور فايل نيم. تمام. هنعمل ايه؟ الصيغه اسمها دبليو هنكتبها. بعدها طبعا لزوم التنظيم هنعمل نيو لاين، والنيو لاين علامتين تنصيص فاضيين كده. تمام. واخر حاجه الانكودنج، برافو عليك، اسمه ايه؟ يو تي اف 8. هتقول لي طب اصلا ما فيش كلام بالعربي في المشروع ده، والكتب مش موجوده بالعربي. هقول لك انت ممكن ان انت بنكتبه هنا ليه؟ علشان بعد كده لما تيجي المواقع العربيه تبقى انت فاكر ان انت عندك الانكودنج يو تي اف 8. انما انت لو ما استخدمتوش وما طبقتوش معاك في الكود انت هتنسى اصلا ان في حاجه اسمها انكودنج يو تي اف 8، ان انت بتحتاجها في المواقع العربيه او في الخطوط العربيه. فانت خليها معاك، مش هتخسرك حاجه، وفي نفس الوقت بتبقى حفظتها وبتبقى متثبته معاك في كل فيديو. افرض مثلا الموقع قدامك يبان ان هو كله انجلش، بس كان فيه كذا سطر كده عربي او حاجه، فمن المنطقي ان احنا نخليها شويه. ماشي. هنبتدي ان احنا ايه، هنبتدي ان احنا نكتب السي اس في بتاعنا. بنقول له رايتر. تمام. آم، الرايتر ده انا كاتب رايتر صح؟ صح. دبليو ار اي تي اي ار مظبوط. هيساوي سي اس في دوت المكتبه بتاعتنا طبعا اللي احنا استدعيناها دوت رايت، وهنحط جواها الاف اللي احنا عملناها از اف طبعا. طيب بعد كده هنبتدي ان احنا نكتب الرو، الهيدرز بتاعت فايل السي اس في بالشكل اللي جاي ده. هنقول له رايتر دوت رايت رو، نفتح قوس. جوه القوس ده هنبتدي نكتب في سكوير براكتس العناوين بتاعت الروز من فوق، العناوين بتاعت الفايل السي اس في. طيب العناوين هنا احنا محتاجين ايه؟ خلينا نشوف كده اللي احنا محتاجينه.
في الفايل هنا. طيب احنا اول حاجه محتاجين التايتل، البرايس، النمبر اوف ريفيوز اللي هي الريتنج اللي موجوده معايا، الستوك، الديسكريبشن، اليو بي سي، والكاتيجوري، وكمان هنزود عليها اليو ار ال بتاعت الكتاب. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ الكلام ده كله 8 خانات. طيب خلينا كده نبتدي ان احنا نكتبها واحده واحده هنا في الكورس. اول حاجه تايتل. طيب اللي بعده ديسكريبشن. ديسكريبشن. طيب بعد كده هنبتدي ان احنا نكتب مثلا البرايس. تمام. بعدها معانا ايه؟ معانا النمبر، نمبر اوف ريفيوز. ريفيوز. طيب بعد كده هنبتدي ان احنا نكتب ان ستوك، موجود في الستوك ولا لا. تمام. بعد كده زي ما انا فاكر هيبقى ايه؟ هيبقى اليو بي سي. اليو بي سي ده اللي هو الكود بتاعه في الموقع يعني. واللي بعد كده الكاتيجوري. كاتيجوري. والكاتيجوري دي هنطلعها بطريقه لطيفه جدا هتفيدك بعد كده في مواقع كتير. واخر حاجه هو اليو ار ال. تمام. اعتقد كده احنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 خانات. حلوين جدا. حلوين جدا بالنسبه للمشروع بتاعنا. تمام. نبتدي بقى. اول حاجه محتاجين ان احنا نفتح وايل لوب. الوايل لوب دي هتبقى وظيفتها ان احنا هنقول له طول ما الكرنت بيج يو ار ال بتاعي اللي هو انت لاقي لينك معاك، طول ما انت لاقي لينك اعمل له سكرابنج. طول ما انت لاقي لينك اعمل له سكرابنج. طيب ده ليه انا بعملها بوايل لوب او بالمنظر ده؟ علشان بعد كده اما اجي اعمل باجينيشن، انا بعمل باجينيشن على الصفحات كلها، فانا هروح اقول له جوه الوايل لوب دي ان انت هتروح للصفحه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه لغايه ما توصل لاخر حاجه مش هتلاقي اللينك بتاع الصفحه بتاعك، فوقف اللوب بتاعتك. فعلشان كده انا هستخدم وايل لوب. فانا هقول له وايل current page URL. طول ما الكرنت بيج يو ار ال بتاعتك هنبتدي بقى ان احنا نشغل الكود بتاعتنا. طيب نبتدي هنا بقى نطبع امر برنت بسيط كده يعرفني انا شغال في انهي صفحه. فعلشان يعرفني انا شغال في انهي صفحه انا هقول له كده بالمنظر ده. هقول له سكرابنج بيج نقطتين فوق بعض، واحط هنا current page URL. امر بسيط هيبقى موجود معايا في التيرمينال، هيسهل عليا. يعني مثلا لما يوصل للصفحه الاولانيه هيبتدي ان هو يقول لي اه ده انا شغال في الصفحه الاولى، ابتديت في الصفحه الثانيه، ابتديت في الصفحه الثالثه، وهكذا. ماشي. هنشتغل بطريقه وهي طريقه التراي والاكسبت. طريقه التراي والاكسبت طبعا انت عارفها وذاكرتها في كورس البايثون بتاعك كويس جدا، وعارف ان هي مهمه ومفيده في انك تستخدمها في المشاريع بتاعتك. ليه؟ لان احنا هنا شغالين على مشروع يعتبر الى حد ما كبير. فاحنا دلوقتي افرض ما لقيناش فاريبل معين، ما لقيناش تاج معينه، ان في مثلا كتاب كانت الداتا اللي موجوده فيه غير الداتا اللي موجوده في الكتاب اللي بعده، ناقص عنصر زايد عنصر. الوضع هيبقى ازاي؟ الكود هيقف. فانا مش عايز الكود يقف، فانا عايز اقول له تراي. لو لقيت الكلام ده تمام، ما لقيتش كمل بس اطبع لي الايرور. طب اعمل دي ازاي؟ انا هبتدي اقول له تراي. تمام. وهبتدي ان انا اشتغل على اساس ايه؟ على اساس التراي دي. فانا هبتدي في التراي هنا احط ابتدي الكود بتاعي. طيب الكود بتاعي اللي هو هيبقى ايه؟ هيبقى الريسبونس. انا هنا بقى هبتدي ان انا ايه؟ هبتدي ان انا اشتغل بالطريقه بتاعتي العاديه خالص اللي انت عارفها، ان انا بعمل ريسبونس. الريسبونس ده بكتب فيه requests دوت جيت، والجيت دي هحط فيها الايه؟ الكرنت بيج يو ار ال بتاعي. تمام. بس مش محتاج ان انا احط فيها حاجه اكتر من كده. ممكن لو كنت زودت يوزر ايجنت او حاجه كنت حطيته في الهيدرز. والتايم اوت برضو كنت ممكن ان انا احطه، بس انا مش محتاج اعمل كده. تمام. طيب طالما في ريسبونس عندي يبقى اللي بيجي بعدها ايه؟ السوب طبعا. فانا هقول له السوب بتاعتي بتساوي بتساوي بيوتيفول سوب. وبيوتيفول سوب دي بتاخد تو فاريبلز. الفاريبل الاولاني هيبقى
المتغير الاولاني هيبقى response دوت تكست، هي بتاخد عنصرين، والعنصر الثاني بيبقى البارسر. احنا دايما كنا بنستخدم ايه؟ ال XML. تمام. فاحنا من باب التنويع على فكره، ودي حاجه انا نسيت ان انا اقولها في الاول، ان احنا في المشروع ده هتلاقيني بستخدم لك الحاجه بكذا طريقه. طيب وظيفتنا ايه او مهمتنا ايه في الكذا طريقه دي؟ الكذا طريقه دول يعلموك ان انت ممكن تعمل الحاجه بالطريقه دي والطريقه دي والطريقه دي، علشان لو شفتها في كود بعد كده ما تستغربش. فاحنا دايما كنا بنستخدم ايه؟ ال XML. ايه رايك هنا نستخدم ال HTML دوت بارسر؟ تمام. بيقدم معايا نفس الايه، نفس الوظيفه. طيب احنا عملنا التراي، طب ما تخلينا نعمل الاكسبت بقى بالمره، علشان بعد كده لما نيجي نشغل الكود، ما يوقفش معايا والدنيا تبقى تمام. فانا هقول له اكسبت. تمام. والاكسبت دي على نفس السطر بتاع التراي. الاكسبت دي هنكتب فيها الامر الايه، اللي جاي ده، وركز معايا. ركز معايا في التاجه بتاعت الايه، الاكسبت دي. طيب انا هقول له ايه؟ انا هقول له في الاكسبت حاجه اسمها exception as e، استدعيها لي على اساس ان هي e، وهتعمل ايه؟ هتبرنت ايرور. الايرور اللي موجود عندك في الاكسبت. تمام. هتقول له ايه؟ هتقول لي ايرور سكرابنج بيج. خليها بوك. ليه بوك؟ لان احنا هنا بنعمل سكرابنج للكتب. ايرور سكرابنج بوك، كده، بوك اندرسكور فول. طب بص، انا هلغي الخطوه دي دلوقتي، علشان احنا هنبتدي ان احنا نستخدم ايه، فاريبل معين وطريقه معينه. فاحنا لسه ما طلعناش اصلا الايه، اليو ار ال. فاحنا بعد ما نطلع اليو ار ال هبتدي ان انا اعمل الاكسبت بتاعتها عشان نبتدي نجرب. تمام. الغي الخطوه دي دلوقتي واجلها. اجل الخطوه دي، بس احنا كده كده هنعملها بعدين يعني. طيب احنا اول حاجه ابتدينا ان احنا نعمل الريسبونس بتاعي، نبتدي نعمل الصوت بتاعتنا، هنبتدي ان احنا نشد الداتا. انا زي ما قلت لك، احنا اول داتا هنشدها هي ايه؟ هي الروابط بتاعت كل كتاب. طيب الروابط بتاعت كل كتاب دي احنا هنبتدي ان احنا نحددها ازاي؟ احنا اول حاجه محتاجين نحدد الكونتينر، زي ما كنا بنشتغل بنفس الطريقه. فاحنا هنقول له فاريبل عندنا هنسميه بوك. خلينا بس نجيب دي كده عشان بحب الشكل يكون متناسق يعني. الفاريبل اسمه بوك ان بيج. طيب البوك ان بيج ده بيعمل ايه؟ هنقول له سوب دوت سيلكت. احنا عايزين نحدد الكونتينر، عايزين نحدد الكونتينر بتاعنا. فاحنا هنحدد الكونتينر ازاي؟ هنروح على الموقع بتاعنا، هنفتح الاف 12، هنيجي على الانسبكتور الزرار على تاني. ماشي كده الكلام ايه، الكلام مظبوط. هنروح على اف 12 زي ما قلت لك، هنخش على الانسبكتور بتاعنا. محتاجين نحدد الايه؟ محتاجين نحدد الكونتينر. خلينا نكبر دي شويه عشان مش شايف. تمام. نبتدي نحدد الايه، الكونتينر بتاعنا. الكونتينر بتاعنا هكذا اهو. الكونتينر بتاعنا عباره عن تاج اسمها ارتكل. الارتكل دي الكلاس بتاعها اسمه برودكت اندرسكور بود. طيب ما تخلينا نشوف التاجه يعني ارتكل. ارتكل كلاس يعني دوت. الدوت ايه؟ برودكت اهوت بود. وريني كده، حدده لي وحدد لي كل ايه. انا لو نزلت هنا واعمل كده يبتدي ان هو يحدد لي كل ارتكل بشكل ايه، بشكل مظبوط. فهو حدد لي الارتكل بتاعتي. طيب فخلينا ناخدها كده ونعلم عليها هنا في السلكت طبعا، نبتدي ان احنا ايه، ان احنا نكتبها. طيب. طيب احنا بعد ما نكتبها احنا حددنا كل ارتكل. احنا عايزين نعمل فور لوب على كل صفحه او على كل كتاب. باستخدام الفور لوب دي احنا محتاجين نطلع الاتش ريف بتاعت كل كتاب. فاحنا نعملها ازاي؟ طيب دلوقتي انا زي ما قلت لك، احنا جبنا كل جبنا الكونتينر، جبنا الكونتينر الرئيسي اللي هو الارتكل الرئيسيه بتاعت كل كتاب. تمام. خلينا نروح على اول واحده علشان بالمنظر ده. طيب الارتكل دي انا عايز اجيب بقى ايه؟ عايز اجيب الرابط بتاع الاتش بتاع كل كتاب. طيب وريني كده، خلينا نشوف الرابط محطوط فين. تمام. تمام. ده الستار. تمام. تمام. بص يا عم، الرابط هنا موجود في حتتين. الحته الاولى هو موجود في الديف اللي هي ايمج كونتينر، في تاجه اسمها ايه، هنجيب الاتش بتاعتها. تمام. وموجود في منطقه تانية في الاتش 3 اللي هي التاجه اللي هي الهيدر الثالث يعني. الايه بتاعتها هجيب الاتش ريف بتاعتها.
طيب انا شايف ان الاسهل، يعني عايز تستخدم دي استخدمها، عايز تستخدم دي استخدمها، بس انا عن نفسي هستخدم ايه؟ هستخدم الاتش 3. ليه؟ لان من الاوقع ان انا بيبقى بص، هنا اول ما جيت هنا على على اللينك، على اسم الكتاب، دايما المطور الديفلوبر اللي بيعمل الموقع بيحط اللينك غالبا في الدوسه بتاعت اسم الكتاب، ما بيحطوش في الصوره. الصوره دي بتفتح الصوره، انما هو هنا الموقع حاططه لي في الصوره. فانا بكلمك من ناحيه الريل سيناريو اللي هتلاقيه. فانت خليك دايما مع الاسم. تمام. فاحنا هنا عشان نحدده احنا محتاجين نقول له ايه؟ احنا محتاجين نقول له انت هتروح على الاتش 3، بعد الاتش 3 هتروح على الايه؟ هتروح على التاجه اللي هي اسمها ايه. فاحنا هنقول له اتش 3 بالمنظر ده، هتروح على التاجه اللي بعدها يعني مسافه ايه. علم ابتدى ان هو يجيبها. طيب انا دلوقتي اما اجي اكتبها، خلينا نعمل فور لوب ونشتغل. طيب هنقول له ايه؟ هنقول له فور بوك ان بوك ان بيج. خلينا نسميها بوكس ان بيج بقى علشان احنا بنجيب الكتب كلها كتسميه يعني. ماشي. هنجيب بقى الريلاتيف يو ار ال. ايه هو الريلاتيف يو ار ال ده؟ اللي هو موجود جوه الاتشرف، اللي هو موجود جوه الاتشرف. فاحنا هنقول له بوك دوت سيلكت اندرسكور 1 طبعا، لان احنا بنحدد حاجه واحده. ليه؟ لان احنا جوه فور لوب. تمام. دوت سيلكت 1 ونفتح قوسين ونكتب السلكشن بتاعي. طيب هل ايه اللي هيطلع من ده؟ يعني الريلاتيف يو ار ال ده اللي هيطلع لي منه ايه؟ النتيجه اللي هتطلع لي، النتيجه اللي هتطلع لي دي التاجه كلها. طيب انا عايز الاتش ريف. طيب انا علمتك ازاي بنجيب النتيجه بتاعت الاتريبيوت. بنجيب النتيجه بتاعت الاتريبيوت ان احنا بنحط سكوير براكتس بعدها. فاحنا هنعمل هنا سكوير براكتس، هنسميها ايه؟ اتش ريف. هنعمل سكوير براكتس هنسميها ايه؟ هنسميها اتش ريف. تمام. النتيجه دي هتطلع لي بقى اللينك. طيب احنا عايزين نجرب، احنا عايزين نطبع الريلاتيف يو ار ال ده ونشوف. فمحتاجين نعمل برنت للريلاتيف يو ار ال. ماشي. احنا بس نوقف التراي دي دلوقتي علشان ما تبوظش الكود. تمام. وبس كده، محتاجين نرجع بس دي ورا. في مشكلة هنا، ثواني. بس كده تمام. خلينا نشغل بقى الكود معانا. محتاجين اول حاجة نشغل الفينف بتاعتنا. تمام. بعد ما نشغل الفينف هنقول له بايثون. محتاجين نشغل البروجكت اهو، بروجكت دوت بي واي. تمام. شغل كده. بص ستارتنج سكرابنج. تمام قوي، تمام قوي قوي. مش محتاج وقف 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 وقف. طيب احنا هنا هو عمل ايه؟ هو راح على الصفحه الاولى. تمام اهو بالمنظر ده، وجاب لي اللينك. هتقول لي هنا هو مكرر اللينك ليه رغم ان انا عامل فور لوب؟ هقول لك لان انا عامل البرنت اصلا بره الفور لوب. يعني انا لو دخلت البرنت جوه الفور لوب هيطبع لي اللينكات بتاعت اول صفحه. خلينا نجرب عادي خالص ان احنا لو عملنا لها تاب هنا كده وجينا نشغل الايه البروجكت بالمنظر ده اهو، ابتدى يجيب لي الايه. وقف بقى الكود خلاص، وقف. ابتدى يجيب لي اللينكات بتاعت اول صفحه. تمام. بس انت شايف حاجه، انت شايف ان هو جاب اللي جوه الاتش ريف مظبوط، بس اللينك لسه مش كامل. يعني انا لو رحت عملت ريكويست على اللينك ده مش هيديني حاجه. يعني هو انا لو حطيت ده في شريط البحث، يعني انا لو جيت هنا كده وحطيت ده كده، تمام، هو هيفتح لي اصلا صفحه جوجل، مش هيفتح لي لينك. فانا علشان يفتح لينك ببتدي ان انا اعمل ايه؟ الله ينور عليك. ببتدي ان انا اعمل الكونكاتينيشن. ليه؟ لان انا لو جيت دوست على اللينك هنا هلاقيه حاطط لي اللينك بتاع المين دومين اللي موجود عندي، وحاطط بعديها اللينك اللي انا طلعته من الاتش ريف. فانا محتاج اعمل كونكاتينيشن. طيب الكونكاتينيشن دي كانت بتتعمل بالزائد مظبوط، بس في الفيديو هنا بقى او في البروجكت هنا هنعملها بالزائد برضو ولا هنعملها بايه؟ افتكر معايا. الله ينور عليك. احنا هنعملها باليو ار ال جوين. اليو ار ال جوين ليه؟ لان هي اسهل بكتير وبتوفر عليا وقت وما فيهاش غلطات. فاحنا هنروح نعمل لها ايه؟ امبورت هنا. فهنقول له from URL LIP
دوت بريز هتimporت ايه URL join. تمام، كلام مظبوط وكلام محترم جدا. طيب بعد ما تطبع بقى اليو ار ال، خدنا اليو ار ال جوين، تمام، امسح لي دي كده بقى، امسح لي دي. هبتدي بقى ان انا اقول له ايه، هبتدي ان انا اقول له اليو ار ال الجديد اللي موجود عندي، اليو ار ال بتاع كله بقى اللي انا طلعته بعد الكلام ده، هيبقى عندك عامل ازاي؟ هيبقى عندك عامل بالشكل ده، هنسميه book underscore full underscore URL. ده اليو ار ال بتاعك الرئيسي بتاعك اللي هتبتدي ان انت تستخدمه وتعمل عليه ريكوست بعد كده. تمام، هتقول له بيساوي ايه؟ بيساوي يو ار ال جوين. اليو ار ال جوين بتاخد حاجتين، بتاخد الحاجه الاولى اللي هي الكرنت بيج يو ار ال، اللي هو اليو ار ال الرئيسي اللي هو ده. هتزود عليه ايه؟ هتزود عليه الريلاتيف يو ار ال، الريلاتيف يو ار ال. فانا لما اجي اطبع بعد كده البوك فول يو ار ال بالمنظر ده، سوري سوري، وقف 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 وقف. المشكلة اللي حصل، ايه المشكلة اللي حصلت؟ ان هو طبع التاجة كلها، ايه المشكلة؟ المشكلة فين؟ اه انا طبعت البوكن بيج، سوري، انا عايز اطبع البوك فول يو ار ال. تمام جدا جدا، وقف. ابتدى ان هو يطبع لي الرابط بشكل كامل. تمام، خلينا نتأكد ان هو شغال. جميل خالص. يبقى انا كده ايه، اول حاجه واول خطوه في المشروع انا عملتها ان انا رحت جبت ايه، جبت كل يو ار ال بتاع كل ايه، بتاع كل كتاب. تمام، هنبتدي نخش على الخطوه الثانيه وان احنا نعمل ريكويست على كل رابط من دول، ونبتدي نخش بقى نجيب الداتا من هنا، اللي هي الداتا اللي احنا عايزين نطلعها. ماشي. دلوقتي بعد ما ابتدينا ندخل على كل يو ار ال لوحده، محتاجين ان احنا نجيب الداتا بقى منه. ماشي. بس قبل كده خلينا نشغل التراي والاكسبت. تمام، بما ان احنا ابتدينا نعمل الفول يو ار ال بتاعنا، فاحنا محتاجين نشغل التراي والاكسبت. التراي هنا هنشغلها بالمنظر ده، وهنعمل تاب كده. ماشي. آه عملنا تراي، هنقول له اكسبت. تمام. والاكسبشن زي ما بنكتبه بالطريقه دي، بنقول له اكسبشن. تمام، بالنسبه للاكسبشن ده هيبقى اي، واما نيجي نستدعيه بعد كده هيبقى بالمنظر ده، هنقول له print error. تمام، scrapping book، واحط لي البوك فول يو ار ال. وظيفه الاكسبت دي ان هي هتجيب لي المشكله فين. يعني هنا في التراي الاولانيه هو بيقول لي المشكله فين هنا، يعني البوك فول يو ار ال اهو. لو ما عملش سكرابنج الكتاب منهم هيقول لي المشكله في الكتاب الفلاني. ده هي وظيفه الايه، الاكسبشن. ماشي. هنبتدي دلوقتي بقى ان احنا نعمل ريكويست على اليو ار ال اللي احنا دخلنا عليه. فاحنا هنمسح هنشيل البرنت دي ونبتدي ان احنا نشتغل. طيب هنشتغل ازاي؟ اول حاجه احنا عايزين نعمل ريكوست، فبما ان احنا عايزين نعمل ريكوست، فهنبتدي نقول له ايه، هنبتدي نقول له بوك ريسبونس. فاحنا هنقول له بوك ريسبونس بيساوي requests دوت جيت، هتروح على ايه، البوك فول يو ار ال. تمام، ادي كده اول حاجه. طيب بما اننا عملنا بوك ريسبونس، فاحنا محتاجين ان احنا نشتغل على السوب بتاعتها. فاحنا هنعمل سوب هنسميها بوك اندرسكور سوب. ماشي. بالنسبه للبوك سوب دي هنبتدي ان احنا نعملها بالشكل ده برضو. هنقول له beautiful soup. البيوتيفول سوب دي بنكتب جواها حاجتين. الحاجة الأولانية هي البوك ريسبونس دوت تكست، والبارسر بتاعنا اللي هو HTML دوت بارسر.
كده كل حاجه ايه واضحه. تمام. برضو من ضمن الحاجات، احنا هنا لما ابتدينا الريسبونس ابتدينا بتراي، فاحنا عايزين نعمل تراي هنا علشان نبتديها بتراي برضو. تراي. تمام. وهندخل دول هنا كده بالمنظر ده. تمام. ودخل لي الاكسبت دي معاهم تبقى مع التراي دي ليه؟ لان احنا هنا هنشتغل على ايه؟ هنبتدي على الكتاب، واحنا هنا عاملين ريسبونس على البوك فول يو ار ال، فاحنا بنبتدي نيجي ندخل هنحتاج الاكسبت دي معانا، انما التراي الاولانيه هنبتدي نعمل لها اكسبت بطريقه مختلفه شويه. ماشي. ادي كده اول حاجه. طيب احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا محتاجين نبدا بقى سكرابنج الاول عنصر معانا، الا وهو العنوان. العنوان بتاعنا هنسميه ايه؟ تايتل. التايتل هياخد البوك سوب. تمام. وهياخد سيلكت 1. جوه السيلكت 1 دي هنبتدي ان احنا نحدد التايتل ماشي ازاي. طيب هنبتدي نروح على العنصر الاولاني نحدد التايتل. هنبتدي نروح على العنصر الاولاني نحدد التايتل. هنلاقي ان التايتل بتاعنا هنا موجود في H1. ما اعتقدش ان في H1 غيره، فاحنا لما ندوس هنا H1 وريني كده. اه لا، في H1 غيره. في تاج H1 غيره، فاحنا محتاجين نجيب التايتل بشكل سبيسيفيك اكتر. اه ممكن نستخدمه عن طريق الديف اللي فوقه. فهنا الديف الكلاس بتاعه اسمه كول سلاش اس ام سلاش 6 او برودكت مين. فانا علمتك اما الاقي ان في ديف ليه كلاسين، يعني في اسمين في الكلاس ما بينهم مسافه، ده معناه ان انا ممكن اخد اسم الكلاس يا اما الاولاني يا اما التاني. يعني انا هنا لو جيت قلت كده ديف اللي الكلاس بتاعه اسمه برودكت مين، هيحدد لي الديف. طب لو قلت له الديف اللي الكلاس بتاعه كول سلاش اس ام سلاش 6، هيحدد لي الديف اللي فوق، لان ده ليه اسم مختلف نفس الاسم. بس انا عشان اعمل سبيسيفيك للديف ده، الاسم السبيسيفيك ليه هو البرودكت اندرسكور مين. ماشي. عايز بقى احدد الاتش 1 بعده، فانا هقول له مسافه اتش 1. كده انا حددت الايه؟ الاتش 1 اللي بعده. في اتش 1 تاني غيره؟ مفيش غيره. تمام اهو 1 اوف 1. فانا هروح جاي واخده هنا واحطه عندي هنا بالمنظر ده في الايه؟ في التايتل. بعد ما احطه في التايتل، ماشي، محتاج ان انا اعمل حاجه. انا علمتك دايما ان احنا شغالين بتراي واكسبت هنا، فاحنا شغالين كمان هنعمل اف كونديشن من سطر واحد. طيب الاف كونديشن من سطر واحد دي غرضها ايه؟ غرضها ان انا لو ما لقيتش التايتل ده هكتب مكانه حاجه تانية. بمعنى الاف كونديشن من سطر واحد بتتكتب كده، انا عايز اجيب التكست اللي موجود جوه التاج دي، فانا هقول له تايتل دوت تايتل. اه فخلينا نسمي دي تايتل تاج. سوري، خلينا نسمي دي تايتل تاج لان دي بتطبع التاج. انا زي ما قلت لك هسمي كل حاجه بمسمياتها، دي اما تيجي نعمل لها برنت هتطبع التاج. ماشي. فانا هقول له تايتل اندرسكور تاج. تمام. دوت تكست. تمام. دوت زي ما قلت لك ستريب. ستريب دي بتعمل ايه؟ المسافات اللي موجوده في اول الكلام وفي اخره بتشيله وبتشيل الحاجات الزياده. تمام. هقول له اف ايه بقى؟ هقول له اف تايتل تاج. طيب إلس ان ايه؟ ايه معنى الموضوع ده؟ خلينا بس نخزن دي في فاريبل نسميه تايتل. خلينا نجيب المسافه دي لتحت شويه. طيب. طيب الاف كونديشن اللي احنا عملناها دي بتشير الى ايه؟ بتشير الى ان دلوقتي انت هتروح هتنفذ اللي ورا دي. يعني انت لو لقيت التايتل تاج رحت لقيتها موجوده، هتعمل ايه؟ هتروح تنفذ الامر ده ان التايتل تاج دوت تكست دوت ستريب. طيب لو ما لقيتهاش هتكتب لي مكانها ان ايه؟ هتكتب لي مكانها ان ايه. طيب تاني خش على اللي بعده. كده احنا جبنا اول حاجه وهي التايتل. طب ما تخلينا نعمل لها برنت. خلينا نعمل لها برنت كده ونشوف هتعمل ايه. عايزين نعمل برنت للايه؟ للتايتل. شغل يا باشا الكود. اه في سينتاكس ايرور، في مشكله هنا في التراي. اوكي. طيب احنا ممكن نعمل الاكسبت بتاعتها دلوقتي. ماشي. خلينا نعمل الاكسبت بتاعتها. نعملها اي حاجه لغايه بس ما نشوف الوضع هيبقى ماشي ازاي. رجعها بقى ورا كده. رجع لي الاكسبت دي ورا بالمنظر ده اهي. تمام. واحط مثلا فيها اكسبشن بالمنظر ده. تمام. وخليها كده مثلا مفيش مشكله، تطبع لي اي حاجه. انا بس كل اللي انا عايزه ان انا ايه؟ اشغل الكود وبعدين اشوف الكلام على ايه. خلينا نشغل الكود كده. جميل. ابتدى يطبع لي ايه؟
ابتدى يطبع لي التايتل بتاع كل ايه، بتاع كل بيج. شايف الكلام قدامك؟ يبقى انا كده ايه، يبقى انا كده ماشي كويس. يبقى انا كده ماشي بشكل كويس. تمام كده احنا طبعنا اول حاجه وهي الايه، التايتل. طيب هندخل على تاني حاجه وهي ايه، السعر. فاحنا هنقول له برايس اندرسكور تاج بتساوي بوك اندرسكور سوب دوت سيلكت، وابتدي ان انا اشتغل. طيب خلينا نروح نشوف. هنلاقي ان السعر موجود عندنا هنا في باراجراف. الباراجراف ده الكلاس بتاعه اسمه برايس كولر. فخلينا نشوف كده لما نيجي نحدده الاول. اما اقول له بي دوت برايس كولر، في غيره؟ مفيش غيره. تمام، يبقى انا كده اتاكد ان انا البرايس عندي محطوط في مكان معين وما فيهوش فيه اي مشاكل. فانا هروح جاي واخده كده وحاطط عندي سيلكت اندرسكور 1. تمام، وابتدي ان انا احدده بالمنظر ده زي ما بحدد كل حاجه. طيب انا حددت السعر بتاعي. طيب بس في مشكله، في مشكله موجوده معايا، الا وهي ايه؟ ان الكود ساعات ما بيتعرفش على علامه الجنيه الاسترليني اللي موجوده هنا بالمنظر ده. بيحسبها علامه غريبه وممكن تبوظ لي اسمها ايه، تبوظ لي الشكل بتاع الريزلت اللي موجود عندي. فانا محتاج ان انا اطلع الرقم من جوه. يعني انا هعمل سكرامنج للكلام ده، ومحتاج ان انا استخدم عليه حاجه تطلع لي الرقم ده بس من غير من غير العلامه. طيب انا اعمل كده ازاي؟ فاكر لما كنت بستخدم الريجكس؟ فانا هنا هستخدم الريجكس. طيب بما ان انا هستخدم الريجكس، يعني انا محتاج ايه؟ محتاج اعمل امبورت للار اي. فاكر لما قلت لك في اول الفيديو ان احنا في حاجات هنحتاج نعمل لها امبورت من اول وجديد؟ دي من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نعمل لها امبورت. فليه؟ لان احنا لقينا مشكله في الكود، فاحنا رحنا جبنا الحل بتاعتها ان احنا نعمل امبورت المكتبه. كده هتثبت في دماغك. انما انا لو كنت جيت لك من الاول قلت لك والله انا هعمل امبورت للايه، لليو ار ال جوين، وهعمل امبورت للار اي وكده، هكس هكس طبعا مش هيثبت في دماغك. انما كده الموضوع يثبت في دماغك اكتر. طيب هبتدي ان انا اشتغل على الموضوع ده ازاي، او ان انا احددها ازاي؟ هقول له اف كونديشن بالمنظر ده. هقول له اف برايس تاج بتاعتك لو هي موجوده، لو هي موجوده هتقول له ايه؟ هتقول له ان البرايس ده فاريبل جديد اهو بيساوي فلوت، لان فلوت ده هو اللي هيطلع لي الرقم العشري اللي موجود، لان الرقم اللي قدامي ده رقم عشري. هبتدي ان انا اكتب الريس كونديشن بتاعتي. انت هتقول له ار اي ريس كونديشن ايه، هبتدي ان اكتب الريجكس بتاعي، سوري ريس كونديشن ده حاجه تانيه خالص. هقول له ار اي دوت سيرش. انا عايزك تبحث جوه التكست اللي انا هطلعه ده. هتبحث عن ايه؟ هتبحث عن ايه؟ هتبحث عن سلاش دي. سلاش بالمنظر ده. دي معناها ايه؟ هتدور لي على رقم من 1 ل 9 بعدها زائد. يعني ايه زائد؟ سلاش دي زائد، يعني انت هتدور على رقم من 1 ل 9، ممكن يكونوا رقمين 3 ارقام قابلين للزياده. يعني انا هنا لو جيت قلت له انت سلاش دي من غير ما اقول له زائد، هيدور على اول رقم بس اللي هو رقم 1 او رقم 5. انما انا عايز اقول له ان ممكن هنا يكون مكتوب اكتر من رقم، يكون موجود مثلا 511 100 هكذا. يبقى انت هتروح تعمل ايه؟ انت هتروح تدور على اكتر من رقم. طيب بعدها هتبحث على علامة الدوت. ان انا اكتب له علامة الدوت بالمنظر ده في الريجكس مش هيتعرف عليها. انما هيتعرف عليها ازاي؟ لو جيت قبلها وعملت له كده سلاش، دي معناها دور على علامة الدوت دي. كده معناها ان انت هتروح للدوت بتاعة الرقم. طيب بعد ما تدور على الدوت بتاعة الرقم، انا محتاج تدور على الارقام اللي بعد الدوت. يبقى نفس الكلام اللي انا كتبته سلاش دي زائد. هتدور على رقم واحد بعد الدوت، او رقمين او 3 ارقام او 4 ارقام عشريه وهكذا. يبقى باختصار اللي انا كتبته ده ايه؟ انت اول حاجه هتروح تدور على رقم من 0 ل 9، وزائد دي كتبتها عشان لو في رقم او 2 او 3. طيب وهتروح تدور على الدوت وكتبت وراها دي السلاش دي علشان يتعرف على الدوت دي لوحدها، لان الدوت دي ليها مسمى تاني في الريجكس. طيب بعدها هتروح تجيب بعد العلامه العشريه اي عدد من الارقام يتضمن من 0 ل 9، سواء رقم، رقمين، 3 4 5 وهكذا، ايا كان العدد اللي موجود عندك. طيب هل اكتفينا لحد كده او الموضوع خلص بالنسبه لي؟ لا، الموضوع لسه ما خلص. لان انا هدور في ايه؟ يعني انا دلوقتي هدور على الريجكس ده، هدور عليه في ايه؟ في التكست بتاع التاجه. يعني انا عايز ادور عليه هنا لان انا عايزه يجيب ده ويرمي العلامه بتاعت الاسترليني. انا عايزه يجيب ده بالمنظر ده. طيب انا اجيب ده ازاي؟ هقول له انت هتدور على ده فين؟ هتدور على ده
مسافه هنا كده، هتدور على ده في البرايس تاج دوت تكست، هتدور على ده في التكست بتاع البرايس تاج، في التكست بتاع البرايس تاج. ماشي. بعد بقى ما تعمل الكلام ده كله، عندنا ميثود اسمها جروب، جمع لي بقى الرقمين دول على بعض وطلع لي الريزلت بتاعتي. جمع لي الرقمين دول على بعض وطلع لي الريزلت بتاعتي. اللي بيعملها كده اسمها ايه؟ عندنا ميثود اسمها جروب. تمام. طيب عايزين نتاكد ان احنا اللي عملناه ده شكله مظبوط، فبنتاكد ازاي؟ بنتاكد بالبرنت بتاعتنا. فخلينا برنت كده للبرايس ونشوف. شغل الكود يا ريس. سكرابنج البيج الاولانيه، ابتدى الرقم الاول، الثاني جايبها بالريجكس مظبوط جدا بالارقام العشريه اللي بعدها. طب الكتاب الثالث هو جاب رقم عشري واحد بس، خلينا نروح نتاكد منه. خلينا نروح نتاكد ان الكتاب الثالث السعر اللي فيه رقم مظبوط. الكتاب الثالث فيه رقم عشري واحد بس، لان الصفر ده ملوش قيمه، فهو هيقول له 50 واحد من 10. كلام مظبوط جدا، يبقى انا كده شغال صح. طيب خلينا نكمل. طيب احنا كده جبنا الايه؟ احنا كده جبنا ال السعر، وجبنا التايتل. ما تيجي نجيب الديسكريبشن. ما تيجي نجيب الديسكريبشن. هنقول له description بيساوي book soup dot select one. تمام. وهتروح وخلينا نسميها description tag زي ما احنا شغالين ان احنا بنجيب التاج الاولاني. ماشي. description tag select one، وخلينا نروح نعمل لها selection من الموقع. هنيجي على الانسبكتور بتاعنا ونروح على الديسكريبشن. هنلاقيها موجوده فين؟ هنلاقيها موجوده في باراجراف لوحدها كده. الباراجراف ده ملوش كلاس، ملوش اي دي، ملوش اي حاجه حددها منه. فاحنا هنشتغل ان احنا عايزين نحددها من الديف اللي قبلها. ولحسن الحظ ان الديف اللي قبلها هنا ليه اي دي معين، فدي حاجه كويسه. هنستخدمه ازاي؟ احنا اول حاجه احنا عندنا هنا الديف. تمام. هنحدده بمعلوميه الاي دي. اي دي يعني ايه؟ يعني هاشتاج. فاحنا هنقول له ديف هاشتاج برودكت ديسكريبشن بالمنظر ده. الديف اللي الهاشتاج بتاعه برودكت ديسكريبشن. هتعمل ايه؟ انا عايز الباراجراف اللي بعده، بكتب دي عندي في الكود ان انا بقول له زائد بي، بس بسيب مسافه هنا. طبعا وريني كده، ابتدى ان هو يجيبها لي. لو ما سبتش مسافه جابها برضه عادي جدا يعني. فتمام. فانا هنا بقول له ايه؟ انا هنا بقول له انت هتروح على الديف اللي الهاشتاج بتاعه برودكت ديسكريبشن اللي هو الاي دي. عايز اجيب البي اللي بعدها، عايز اجيب الباراجراف اللي بعده، فبقول له زائد بي اللي هي التاجه اللي بعديه. ماشي. هاخدها عندي واحددها واكتبها هنا كده. انا كده جبت الايه؟ جبت التاج. عايز اعملها بنفس طريقه التايتل، فانا هقول له description بيساوي description tag دوت text دوت strip. سوري، بنغلط كتير النهارده. دوت ستريب. تمام. if description tag else، لو ما لقيتهاش اكتب لي كده مكانها no description. مفيش description يا ريس. ماشي. يبقى انت هنا عملتها بنفس الطريقه. if condition في سطر واحد، هتلاقيني منوع لك. يعني هنا حاطط لك if condition على اكتر من سطر. هنا حاطط لك if condition على سطر واحد. ليه؟ علشان اعلمك ان كل حاجه ليها اكتر من طريقه. يعني انت لو اتعودت على طريقه واحده هتيجي تشوف الطرق التانيه، الموضوع بالنسبه لك مش هيكون سلس في التعامل. انما انت هنا لما تشوف طريقه واثنين وثلاثه واربعه، ده الهدف اصلا من موضوع المشاريع. ماشي. طب ما تيجي نتاكد ان احنا عملنا الديسكريبشن بتاعنا بشكل مظبوط وطلع معانا بشكل كويس. طبعا بنتاكد منين؟ بنتاكد من برنت. فاحنا عايزين نعمل برنت للديسكريبشن، واطبع كده. كلام جميل جدا. طبعا الديسكريبشن الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. الله ينور يا ريس. كل حاجه كده ايه؟ تمام. وبتاكد خطوه بخطوه ان انا شغال كويس. ماشي. اللي بعده، انا عايز النمبر اوف ريتنج. انا عايز الايه؟ النمبر اوف ريتنج، ولا خلينا اجيب اليو بي سي الاول؟ طيب خلينا ناخدها خطوه خطوه. انا عايز اليو بي سي، ولا خلي اليو بي سي. احنا اخدنا ايه؟ احنا اخدنا التايتل. تمام.
وجبنا السعر، وبعد السعر جبنا الديسكريبشن. في حاجه هنا احنا ما عملناهاش، اللي هي الان ستوك. طب ما تخلينا نجيب الان ستوك الاول. ماشي، خلينا ناخدها خطوه خطوه كده، وبعدين ندخل على الجدول ده، لان الجدول ده ليه طريقه مختلفه في حته السكرابنج. ماشي، فاحنا خلينا نشوف الان ستوك ده ايه الكلام. خلينا نعمل لها انسبكت كده. تمام، هنلاقيها في باراجراف الكلاس بتاعه اسمه ان ستوك. طيب ما تخلينا نروح نجيب السلكشن بتاعه، باراجراف الكلاس بتاعه يعني دوت اسمه ايه، ان ستوك. حددناه لقيته ان هو جابه لي. احنا ممكن لو عملنا دوت كمان وكتبنا افيلابيلتي هيبقى اكتر، يعني ان احنا بنحدده بشكل اوقع. لان زي ما قلت لك، لو في مسافه ما بين ال الاسمين اللي بتسمي بيهم الكلاس، لو عايز ادمجهم في سطر واحد بكتب مكانهم ايه، ما بينهم دوت. فخلينا ناخدها بالمنظر ده، وهنقول له هنعمل هنا فين الان ستوك، هنعمل ستوك اندرسكور تاج زي ما بشتغل عادي خالص، بيساوي بوك سوب. تمام، دوت سيلكت 1 طبعا. تمام، واكتب عندي الايه، الستوك بتاعي. تمام، في بقى حاجه انا عايز اعملها. في ناس تقول لك ان انت اما تيجي هنا انت ممكن تعمل سكرابنج للايه، للتكست اللي موجود بالشكل ده. بس انا عايز اعمل حركه صايعه شويه. عايز اقول له ايه، انت هتروح على التكست اللي موجود في الان ستوك ده، لو لقيت مكتوب كلمه ان ستوك اديني ترو، لقيتها مش موجوده اديني فولس. تمام، طريقه مهمه وتستخدمها في اكتر من كود معاك واكتر من مشروع. فانا عايز اقول له ايه، انت هتروح على التاجه دي. تمام، هتخش على التكست بتاعها، لقيت مكتوب فيه ان ستوك ترو، ما لقيتش فولس، اكتب دي ازاي؟ لقيته ما لقيتش، يبقى انا كده شغال باف كونديشن. تمام، فانا هروح اعمل فاريبل هسميه ان اندرسكور ستوك. هقول له ايه، هقول له انت هتروح تدور على ان ستوك. وركز معايا كويس في الحته دي، وانت بتكتب الكلام ده انت محتاج تشوف لو الكلام مكتوب كابيتال او سمول او الكلام ده. فبص بص 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 هنا، الاي بتاعت الان كابيتال، فانا محتاج اكتبها بنفس الطريقه دي. فانا ممكن اخدها كوبي بيست بالشكل ده، مع ان انا متاكد ان انا كاتبها بشكل مظبوط، بس من ضمن التاكيد. فانا هقول له ايه، ان ستوك. هتلاقي الكلمه دي فين يعني ان في ستوك تاج دوت تكست، يعني انت هتروح تدور عليها وهي موجوده في التكست. تمام، خلينا نكتب كمان دوت ستريب بحيث ان احنا نبقى شغالين على الدوت ستريب دي. تمام، اف الستوك تاج، يعني انت لو لقيت الستوك تاج، انت لو لقيت الستوك تاج لغايه دلوقتي انا قلت له لو لقيت الستوك تاج انت هتروح تعمل عليها الكلام الفلاني ده، تدور على الان ستوك في الستوك تاج دوت تكست. طيب ما لقيتش يعني else، هتديني فولس وريح بالي وخلاص الموضوع خلصان. يعني انت هتروح الاول على الاف ستوك دي، هتدور على ايه، هتدور على كلمه ان ستوك، لقيتها اديني ترو. هتدور عليها فين، في الستوك تاج دوت تكست دوت ستريب. ما لقيتهاش اديني فولس. نجرب التجربه بتاعتنا بالبرنت، وعلشان كل حاجه نبقى تمام بالنسبه لك. بص كده، ترو، التانية ترو، التالتة ترو، الرابعة ترو، الخامسة ترو، وهكذا. مش هيلاقي فولس اعتقد لان الموقع كله افيلابل يعني. بس تمام، خلينا كده ان احنا يبقى احنا كده شغالين الكود بشكل ايه، بشكل مظبوط. طيب خلصنا الستوك، محتاجين ندخل على ايه، محتاجين ندخل على ال النمبر اوف ريتنج. محتاجين ندخل على النمبر اوف ريتنج اللي هي دي. طب واحنا ليه نروح لاخر واحده؟ طب ما ناخد اليو بي سي يا جماعه، انا مش عارف، انا مصعبه على نفسي دي. ناخد اليو بي سي. طيب اليو بي سي هنعملها ازاي بقى؟ خلينا نروح نعمل لها سيلكشن. عندنا مشكله هنا في اليو بي سي. مشكله اليو بي سي او مشكله الجدول اللي قدامي ده عامه، في حاجه ان انا عندي التاجز اللي مكتوب فيها كل واحده آم، ملهاش حاجه تميزها. يعني هنا السطر الاول، السطر الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا. طب افرض مثلا يا عم الناس كتاب معين في سطر منهم مش موجود، يعني في سطر التاكس دي مثلا مش موجودة في كتاب معين، فبالتالي حصل ترحيل للسطر اللي قبله. فانا لو استخدمت طريقة الاندكس ان انا هقول له انت هتروح على التيبل اللي الكلاس بتاعه الفلاني، هتروح تدور على التي ار، وهتجيب الاولانية هتبقى اسمها يو بي سي اللي هو الاندكس 0،
اندكس واحد اللي هي التانية هتبقى البرودكت تايب، واشتغلت بطريقة الاندكس. طب افرض اندكس راح على المكان التاني، الكود باظ. طيب انا هستخدم طريقة ايه بقى؟ هستخدم طريقة اسمها find next sibling. الفايند نيكست سيبلينج دي ان انا هروح احدد التاج، هقول له انت هتروح على التاج اللي هي اسمها التي اتش، اللي التكست بتاعها اسمه يو بي سي، هتجيب لي القيمه بتاعتها اللي بعدها، هتجيب التي دي اللي بعدها. انا شايف ان دي اوقع. ليه؟ لان مهما اتغير ترتيب السطور، انا كده كده التاجه بالاسم بتاعها واحد. يعني هنا هل مثلا تاجة اليو بي سي هيبقى ليها اسم تاني؟ لا، هي اسمها التاجه اللي هي التي اتش اسمها يو بي سي. فالموضوع بالنسبه لي هيكون اسهل. اعمل كده ازاي؟ خلينا نروح للكود ونشوف هنكتب ايه. هنقول له كده، اول حاجه هنقول له يو بي سي في الطبيعي. اليو بي سي بتاعتك في الطبيعي هتبقى اسمها ان ايه، يعني مش موجوده. ده لو انت ما لقيتهاش، دي طريقه تانية غير الاف كونديشن. يعني انا ممكن اقول له بالاف كونديشن، بس دي طريقه تانية لو انت مش عايز تستخدم الاف كونديشن از الالس بتاعت الاف كونديشن، مش عايز تستخدمها، انت ممكن تبداها بالطريقه دي، ان انت تقول له ايه، ان اليو بي سي في الطبيعي عندك بتبقى اسمها ايه، ان ايه. لقيتها بعد كده بقى هنبتدي ان احنا نستخدمها. طيب هقول له ايه بقى؟ اول حاجه بطلع اليو بي سي اندرسكور تاج، بطلع التاجه بتاعتي بتساوي ايه، بتساوي بوك اندرسكور سوب. تمام دوت. هنا بقى هستخدم فايند مش هستخدم سيلكت. فايند، خلينا ندي نفسنا مساحه كده علشان حاسس ان هي داخله قوي. تمام. فايند، هقول له فايند ايه، هقول له انت فايند دي هتروح تدور على ايه، هتروح تدور على التاجه اللي السترنج بتاعها بيساوي كذا. يبقى ده طريقه الايه، السنتكس بتاعنا. هكتب هنا التاج وهكتب هنا السترنج بتاع التاج. طيب التاج هنا اسمها ايه، اسمها تي اتش. فانا هقول له تي اتش السترنج بتاعها اسمه ايه، يو بي سي. طب ما تخلينا نكتبها خطوه خطوه. التاج اسمها اتش، تي اتش اهي. السترنج اللي موجود جوه التاج اسمه يو بي سي، فانا هقول له يو بي سي. تمام. انا كده حددت دي. انا عايز بقى احدد القيمه بتاعتها. القيمه بتاعتها يعني التاجه اللي بعدها. عندنا ميثود اسمها find next sibling، فانا هقول له انت هتروح هتحدد القيمه دي، هتجيب لي النكست سيبلينج بتاعتها اللي هي اللي بعدها على طول. فانا هقول له بالمنظر ده. لو لقيتها هقول له لو اليو بي سي تاج دي موجوده، لو لقيتها هتعمل ايه، قيمه اليو بي سي بقى عندك هتتحول من ان ايه الى القيمه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. ان انت هتروح على اليو بي سي التاج اللي انا جبتها، هتروح على التاجة اللي بعدها اللي هي اسمها ايه، اللي هي find underscore next underscore sibling. تمام. وتكتب له اسم التاجة اللي انت عايزها بعدها اللي هي اسمها ايه، اسمها تي دي. تمام. تي دي اهو، عايز التكست بتاعها بالمنظر ده. نشرحها تاني بشكل بسيط. انا اول حاجه رحت قلت له انت اليو بي سي قيمتها عندك ان ايه، مش موجوده اصلا. ده لو ما لقيتهاش، هتروح في الاول هتجيب تحدد التاجه بتاعتي، حددتها بالفايند لان مفيش اي حاجه بالسلكشن تخليها لي واضحه، مفيش كلاس مفيش اي دي مفيش الكلام ده كله. قلت له هتحدد لي التاجه والاسم اللي جواها. ماشي. لو لقيتها هتروح تجيب الفايند نيكست سيبلينج اللي بعدها اللي هو في الحاله دي التي دي اللي هو بالمنظر ده اللي هو التي دي. تمام. هتجيب لي منه ايه، هتجيب لي منه التكست بتاعه. طيب اللي يحدد احنا شغالين صح ولا غلط ان احنا ايه، ان احنا نجرب. فاحنا هنقول له برنت كده لليو بي سي بتاعتنا واشتغل كده وريني. تمام 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 تمام. ابتدى ان هو شغال، يبقى انا كده شغال بشكل كويس جدا. سهل البرنت دي وادخل على اللي بعدها. آه محتاجين ايه، ايه بعدها، فاضل ايه كده يا ربي، احنا كده جبنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. فاضل لنا حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ الحاجة الاولى نوع الكتاب، وده هنجيبه من هنا اللي هو بوتري. وخلينا بقى نخلص اخر واحده النمبر اوف ريفيوز. النمبر اوف ريفيوز نجيبها ازاي؟ دي بنجيبها بنفس الطريقه بتاعه اليو بي سي بالظبط، مش هتختلف حاجه عن كده خالص. طيب خلينا نتاكد كده منها نجيبها ازاي. هنكتب هنا اهوت بنفس المنظر ان النمبر اوف ريفيوز تمام بتساوي بوك اندرسكور سوب دوت فايند. الفايند دي هنحط جواها تاجة والسترنج بتاعها اسمه ايه. طيب هنيجي هنا
النمبر اوف ريفيوز هيبقى تي اتش اللي اسمها نمبر اوف، سوري، تي اتش اللي اسمها نمبر اوف ريفيوز، نمبر اوف ريفيوز، وهنا ايه تي اتش. هتعمل ايه؟ نسينا نقول له ان الاول النمبر اوف ريفيوز دي هتبقى ان ايه مش موجوده، نمبر اوف ريفيوز دي اه خلينا نسميها باسم مختلف، خلينا نسميها ريفيوز، ريفيوز. او اقول لك على حاجه، نمبر اوف ريفيوز عادي، نسميها نمبر اوف ريفيوز عادي، ونخلي دي اندرسكور تاج. انا عارف ان انا زودت المسميات قوي، انا عارف ان انا زودت المسميات، بس معلش خليك معايا. نمبر اوف ريفيوز هتبقى ايه؟ هتبقى ان ايه، هتبقى ان ايه، ورحت جبت التاجه بتاعتها. هتعمل ايه بقى؟ هقول له لو النمبر اوف ريفيوز اندرسكور تاج دي موجوده، هتروح تقول لي ان النمبر اوف ريفيوز بيساوي نمبر اوف ريفيوز تاج دوت فايند نيكست سيبلينج بالمنظر ده كده عشان ما نكتبهاش تاني. تمام. وهتجيب بعدها ايه موجوده فين؟ الفايند نيكست سيبلينج دي موجود التي دي، يبقى موجود التي دي بتاعه بالمنظر ده، تي دي. تمام. دوت تكست. بس نفس الطريقه، نفس الطريقه بتاعت اليو بي سي هجيب بيها الايه النمبر اوف ريفيوز. تمام. هنيجي بقى للحاجه اللي قبل الاخيره عندنا، وهي الكاتيجوري. اعتقد دي الاخيره في ان احنا بنجيب الداتا من الموقع، لان اليو ار ال اصلا احنا مطلعينه في الاول. فاحنا محتاجين نقول له ايه الكاتيجوري. خلينا نكتب كده كاتيجوري. تمام. وهنعملها بنفس الطريقه، هنقول له بتساوي ان ايه اصلا في العادي. ماشي. الكاتيجوري اصلا هتبقى ان ايه. طيب ابتدي بقى ان انا اشتغل على الكاتيجوري دي ازاي. هنجيبها بطريقه هي مش معقده ولا حاجه، بس محتاجه منك شويه ايه شويه فهم، محتاجه منك شويه ايه شويه فهم. هقول له الكاتيجوري عندي هنا موجوده فين؟ قال لك موجوده في اللي فوق هنا، موجوده فوق هنا. ماشي. الكاتيجوري موجوده هنا. طيب دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن يو ال، عباره عن ليست. تمام. بص كده، هي عباره عن يو ال هنا. اليو ال الاولى الكلاس بتاعها اسمه بريد كرامب، فده اللي احنا هنحدد منه. كلام جميل. موجود جواها ليست اولى، ليست تانية، ليست تالتة. موجود جواها ليست اولى، ليست تانية. خلينا نقفل كده الليست. اه موجود جواها ليست اولى، ليست تانية، ليست تالتة، ليست رابعة. طيب الكلام مكتوب فين؟ قال لي الكلام مكتوب لما بفتح الليست هلاقيها في تاجة اسمها ايه، هلاقيها في تاجة اسمها ايه، موجود جواها اهو. طيب ايه التاجة اللي منهم اللي بيبقى فيها نوع الكتاب؟ والله هي التاجة التالتة، يعني هي بالمنظر ده. طيب التاجة التالتة دي في الاندكس هيبقى رقمها كام؟ رقمها 2. هتقول لي اتلخبطت، هقول لك يبقى انت مش مذاكر بايثون، لان انت عارف ان انا في طريقة الاندكس اول حاجة عندي بتبقى زيرو. يبقى التاجة الاولى اللي هي مكتوب فيها هوم هتبقى زيرو، التاجة التانية اللي مكتوب فيها بوكس هتبقى واحد، التاجة التالتة اللي مكتوب فيها بوتري اللي هو نوع الكتاب اللي موجود هنا هتبقى ايه؟ هتبقى 2. ده الاندكس بتاعها. طيب يبقى انا كده اللي محتاج اعمله ايه؟ انا محتاج اقول له انت هتروح على اليو ال دي هتحددها لي. هنا بقى هستخدم سيلكت ولا سيلكت 1؟ 100% سيلكت. ليه؟ لان انا هروح اقول له انت هتروح على اليو ال دي هتحددها لي، تجيب الليست اللي جواها اللي هيبقى مكتوب فيها التاجة الاولى والثانيه والثالثه، وتروح تجيب لي الاندكس الثاني اللي هو مكتوب فيه بوتري، تجيب لي التكست بتاعه. فانا محتاج اطلع ليست، الليست دي اجيب الاندكس منها. فانا محتاج ان انا اطلع عناصر كامله، عناصر في ليست عشان اشتغل بطريقه الاندكس. انما لو اشتغلت بالسلكت اول هو هيجيب لي عنصر واحد. سلكت 1 سوري، لو اشتغلت بالسلكت 1 هو هيجيب لي عنصر واحد. طيب نشتغل ازاي؟ خلينا ناخدها خطوه خطوه في الكود وهتفهم. ماشي. قلنا له ان الكاتيجوري في العادي هتبقى ان ايه. ماشي. لو مش موجود، طيب هقول له بقى الايه البريد كرامبس. زي ما قلت لك بحب ايه اسمي كل حاجه بمسمياتها، يعني بتساوي ايه؟ بوك اندرسكور سوب. تمام. دوت سيلكت. ماشي. قوسين
ابتدي ان انا احدد الايه اللي موجود عندي. طيب احدد الايه ازاي؟ يعني انا عايز احدد دي، عايز احدد التاجه دي. هحددها ان انا هقول له انا عندي هنا يو ال، الكلاس بتاعها اسمه بريد كرام. طب انا عايز احدد جواه ال اي، فانا هقول له مسافه ال اي. انا عايز احدد جوه ال اي دي، عايز احدد الايه، فاقول له مسافه ايه، حددها لي. يبقى انا رحت قلت له التاجه اللي هي اسمها يو ال، اللي الكلاس بتاعها اسمه بريد كرامب. طيب هتحدد لي ال اي وهتجيب ال جواه. طيب هتجيب ال جواه. طيب انا كده طبعت ايه؟ انا كده طبعت ليست مكونه من ثلاث عناصر. الثلاث عناصر دول، ده العنصر الاول، ده العنصر الثاني، ده العنصر الثالث موجود هنا. تمام. هتقول لي انا مش متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده. هقول لك البرنت هي الفيصل ما بيننا. اطبع لي كده البريد كرامبز دي بتبقى ماشيه ازاي. اطبع لي. جميل جميل جميل. وقف. مش محتاجين اكتر من كده. بص، طبع لي ليست اهي. الليست دي مكونه من ثلاث عناصر، كل عنصر تاج. التاج الاولانيه، التاج الثانيه، التاج الثالثه. كلام جميل. كلام جميل. نبتدي ان احنا نكمل شغل. هنقول له بقى انت هتروح اف كونديشن لو اللينس بتاع البريد كرامبس دي اكبر من او يساوي 3. هتقول لي ليه اخترت الرقم ده؟ هقول لك ان انت لو تاخد بالك هنا في الموقع، هي دايما العنصر بتاع نوع الكتاب موجود ثالث عنصر. فبما ان هو موجود ثالث عنصر دايما معايا، فهي لو اقل من كده مش هيبقى موجود النوع. فبالتالي هتكتب لي ان ايه. انما هو هنا بقول له لو اكبر من او يساوي الثلاثه، يعني هو لو اكبر من او يساوي، لو هو رقم 3 وموجود عندي، تمام مفيش مشاكل، هتروح تجيبه لي. طيب هتروح تجيبه لي ازاي؟ يبقى الكاتيجوري عندي، لان انا هغيرها بقى، هي اتحولت من ان ايه لحاجه تانية. هتقول لي البريد كرامبس دي الاندكس بتاعها رقم كام؟ رقم 2. برافو عليك، لان ده العنصر الثالث. هتجيب لي التكست بتاعه. فلما اجي اطبع الكاتيجوري، برضو دايما بتيجي ماشي، اما اجي اطبع الكاتيجوري هلاقيه طبع لي العناصر بشكل مظبوط جدا. وريني كده. ماشي. هلاقيه طبع لي. كلام جميل. اول عنصر، تاني عنصر، تالت عنصر، تالت. كلام محترم جدا جدا جدا، ومشروع قوي قوي يا جماعه، مشروع قوي 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 قوي. وتطبيقه هيعليك بشكل كبير في ان انت تطبق الكود. ماشي. كده احنا خلصنا. كده احنا خلصنا سكرابنج للكلام ده لاول عناصر موجوده عندي بالشكل ده. طيب فاضل لنا ايه؟ احنا كل اللي فاضل لنا، احنا فاضل لنا بس ان احنا نستف العناصر جنب بعضها. يعني ايه نستف العناصر؟ يعني احنا دلوقتي طلعنا كل تاج، وطلعنا كل ريزلت. احنا محتاجين بقى نحطهم في الاكسل شيت بتاعنا او السي اس في. نعمل كده ازاي بقى؟ هنروح رايحين عندنا هنا في الكود، وهنقول له كالتالي. هنقول له رايتر دوت رايت رو قوسين سكوير براكتس، ونبتدي نكتب العناصر اللي هتتستف عندنا كتايتل. اول حاجه تايتل. طيب تاني حاجه خلينا نشوف. التايتل بعدها الديسكريبشن، بعدها البرايس، بعدها النمبر اوف ريفيوز. طيب يبقى التايتل بعدها الديسكريبشن، بعدها البرايس. انا شايف ان احنا نعكس الديسكريبشن مع البرايس، لان الديسكريبشن هيبقى كبير، فاحنا لما نيجي التايتل وبعدها السعر هيكون اوقع. فخلينا كده نشوف ان احنا البرايس هنا، انا شايف ان احنا نجيبه هنا. تمام. البرايس يبقى بالشكل ده، وشيل لي البرايس من هنا. ماشي. كترتيب عناصر يعني، يبقى التايتل وبعديه البرايس وبعديه الديسكريبشن. تمام. شيل لي بقى وبعديه النمبر اوف ريفيوز، وبعديه الان ستوك، اليو بي سي، والكاتيجوري الان الان ستوك واليو بي سي. الان ستوك، اليو بي سي، وبعدين الكاتيجوري اهو، وبعدين كاتيجوري، واخر حاجه اليو ار ال. اليو ار ال نجيبه ازاي؟ احنا كده كده مطلعينه ومسمينه عندنا بوك فول يو ار ال بالمنظر ده. بوك فول يو ار ال. يبقى احنا كده تمام، وكل حاجه متظبطه. ماشي. ماشي كده كده كلام جميل.
وكلام محترم جدا جدا جدا. خلاص ما اعتقدش ان احنا محتاجين حاجة تاني غير ده. بس يعني ماشي، وعملنا الاكسبت بتاعتنا. محتاجين حاجة واحدة بس. هنبتدي ان احنا دلوقتي بقى نعمل الباجينيشن بتاعنا. محتاجين ان احنا نعمل الباجينيشن، ولكن قبل ما نعمل الباجينيشن محتاجين نسحب الداتا بتاعت اول صفحة عشان نتأكد احنا تمام ولا لا. فاحنا خلينا كده نسحب الداتا بتاعت اول صفحة. سكرابنج بيج. يا مسهل. تمام كده مظبوط. هتقول لي هو ليه راح برضه سحب الداتا بتاعت اول صفحه بشكل تاني؟ اقول لك لان احنا ما قفلناش الوايل لوب. ولو تفتكر احنا في اول دقيقتين في الفيديو قلنا ان قفله الوايل لوب هتبقى مع الباجينيشن، ان احنا نقول له هتروح على كل صفحه، بعد ما تروح على كل صفحه هتقفل بقى الكلام ده كله لغايه ما تلاقيش اخر يو ار ال وتفصل. فاحنا محتاجين نوقف الكود بايدينا دلوقتي بس. ماشي خلينا نشوف كده الداتا. بص، بص يا معلم، طبع لي كل حاجه. التايتل، بعديه السعر، بعديه الديسكريبشن، بعديه النمبر اوف ريفيوز اهو، ثواني، بعديه الديسكريبشن، بعديه النمبر اوف ريفيوز، بعديه موجود في الستوك ولا لا، وبعدين اليو بي سي، وبعدين نوعه، نوع الكتاب، وبعدين اليو ار ال بتاع الكتاب. كلام جميل جدا جدا جدا. خلينا بقى دلوقتي آه، نعمل الباجينيشن بتاعنا. هنقول له ايه؟ هنقول له نيكست. محتاجين ان احنا بنديتكت الايه الزرار اللي عندي، فانا هقول له نيكست بutton. تمام، بيساوي سوب دوت سيلكت 1، طبعا لان هو زرار واحد اللي موجود في الصفحه كلها، فانا لا اقول له اكتر من كده. تمام، نرجع بقى للصفحه الرئيسيه بتاعتنا. نرجع للصفحه الرئيسيه بتاعتنا ونشوف. آه، اهو زرار نيكست ده موجود فين؟ والله موجود في ليست، الكلاس بتاعها اسمه نيكست، موجود في اتش ريف. ايه طيب، هو على فكره الاتش ريف اللي موجود هنا هو برضو الرابط مش كامل، فاحنا هنستخدم يو ار ال جوين عشان نجيب الرابط بشكل كامل. كلام مفهوم يعني، وكلام عدناه كذا مره. فاحنا نقول ال اي اللي الكلاس بتاعها اسمه نيكست. تمام، هتروح تجيب الايه، حددها لي، مفيش غيرها هي موجوده في الموقع معانا، فالدنيا كده تمام. خلينا نروح نشوف ونكتبها عندنا في الكود. تمام، بعد ما نقول له الشكل ده هنقول له اف نيكست بutton. لو رحت لقيته بقى، يعني انت لو الزرار ده لقيته موجود عندك هتعمل ايه؟ هتروح تجيب لي الريلاتيف يو ار ال. فانت هتروح تجيب لي النكست يو ار ال ريلاتيف. هتجيب لي الايه الريلاتيف عندي بالمنظر ده بيساوي ايه؟ الريلاتيف النكست يو ار ال ريلاتيف بيساوي النكست بutton ده الاتش ريف بتاعي. انا عايز اجيب الاتش ريف. ماشي. طيب السطر ده طبع ايه؟ السطر ده طبع ده، طبع لي ده. فانا محتاج اجيب الفول يو ار ال بتاع النكست بutton. هعمل باليو ار ال جوين عادي خالص. هيبقى بالمنظر ده. هقول له الكرنت بيج بقى، الكرنت بيج يو ار ال، اليو ار ال الجديد، الكرنت بيج يو ار ال اللي هو ده، اللي هو في الوايل لوب. واخد بالك انا بكتب ايه؟ انا بعمل رابط جديد في الوايل لوب. ليه؟ لان هو هنا هيروح هيجيب الرابط اللي بعده اللي هو بتاع البيج 1، فهلاقيها موجوده عندي هنا. هيجيب البيج 2 هيلاقيها موجوده فيطبع. هيجيب البيج 3 هيلاقيها موجوده فيطبع. هيجيب البيج 4، هيجيب البيج 5 6 7 لغايه الاخر يلاقي 50. هيروح على الصفحه اللي بعدها مش هيلاقي الرابط، فانا هوقف الكود بقى بالمنظر ده ويبقى الموضوع خلص. ماشي. فانا هقول له بقى ان الكرنت بيج يو ار ال بتاعتي مالها يا عم الناس؟ هتساوي يو ار ال جوين. جوه الجوين هكتب عندي الكرنت بيج يو ار ال وهزود عليها النكست بيج يو ار ال ريلاتيف، ويبقى انا كده جبت الرابط بشكل كامل. ماشي. عكس كده بقى، ما لقيتش انت الليله دي كلها، ما لقيتش، رحت ما لقيتوش، هتقول لي ان الكرنت بيج يو ار ال بتاعي بيساوي نون، وساعتها الكود هي ايه؟ الكود هيقف، وساعتها الكود هيقف. وانا بقى كده خلصت المشروع بتاعي والدنيا تمام. فاضل حاجه بسيطه، وهو احنا في الاكسبت الاخيره بس، ان الاكسبشن دي تبع التراي الاولى. تمام، والتراي الاولى بتروح على ايه؟ بتروح على الكرنت بيج يو ار ال. فانا محتاج ان انا اجيب الاكسبشن بتاعها هنا بس كده واحطه هنا بس. خلاص. ويبقى عندي كده اتنين اكسبشن. الاكسبشن الاولانيه انا حطيتها مع التراي اللي بتخش على كل كتاب، فبالتالي الغلطه
محتاجها ان هي لما تيجي تطلع يقول لي في اليو ار ال بتاع الكتاب الفلاني. انما التانيه اللي هي التراي الكبيره بقى، انا بخش على اليو ار ال الرئيسيه بتاعت البيج، فانا محتاج الاكسبت بتاعتها تكون المشكله فين في اليو ار ال الرئيسيه بتاعت البيج. كده انا خلصت. الكود بتاعي اتظبط بشكل مظبوط. اتظبط بشكل مظبوط، حلو قوي. خلصت كل حاجه. كل حاجه بقت واضحه. مشيت على البروجكت خطوه بخطوه. الكود في الاخر يبان ان هو كبير، بس شوف انا مرتبه كله سطرين مع بعض، كل حاجه مكتوبه باسمها. لما تيجي تقرا بعد كده هيكون سهل عليك في القرايه. ليه؟ لان احنا عاملينه بشكل منظم، وعاملينه بخطوات معينه، وعاملينه باكتر طريقه منظمه ممكن ان هي تحصل فيه. فانا عايزك تطبقه بايدك مره واثنين وثلاثه وما تيأس. انت لو ما طبقتش بايدك مش هتتعلم من الاخر. الكلام النظري اللي موجود عندك ده 20%. ال 80% اللي هيخلوك ويب سكرابر ناجح او بروجرامر ناجح لاي كان، لاي سبب من الاسباب، هو التطبيق العملي ثم التطبيق العملي ثم التطبيق العملي. هعمل رن للكود دلوقتي وهسيبه يشتغل. تمام. خلينا بس نتأكد الأول إن هو هيروح على الصفحة التانية، وأول ما يروح على الصفحة التانية هسيبه يشتغل بقى مع نفسه، وهجيلكوا في آخر الفيديو. ماشي. لما يجيب كل الداتا. خلينا كده نشوف. أول صفحة أهي، عايز بس أعرف هيروح على الصفحة اللي بعدها ولا لأ. ايرور سكرابنج بوك اتش تي تي بي. اه، إيه المشكلة بقى؟ اه، ده هنا في مشكلة. ها، وريني كده. ها. مشكلة في النت تقريبا، او ممكن حاجة، بس كويس ان الايرور ده طلع يعني عامة. اه، ده في ايرور. في ايرور. ايه الايرور يا ريس اللي موجود؟ ايه الايرور؟ هل في مشكلة في النت او حاجة؟ لا، النت شغال بشكل كويس. خلينا نرجع نشغل الكود تاني. خلينا نرجع نشغل الكود تاني. سكرابنج بيج الاولاني. ها، خلينا نشوف. هيروح للصفحة التانية ولا مش هيروح، ولا ايه المشكلة؟ أه، أه، يا مسهل الحال. في مشكلة في الكود. ايه المشكلة؟ خلينا نروح نشوف. ماشي. احنا هنا قلنا له ان انت هتروح على النكست ريلاتيف، والريلاتيف ده بالمنظر ده، والكرنت بيج يو ار ال هتبقى بالمنظر ده، والاكسبت الاولانيه هتبقى هنا كده، والاف كونديشن هتبقى هنا، والالس هتبقى هنا. خلينا كده نقدم الالس دي قدام. ما اعتقدش. لا لا لا، المشكله مش في هنا، المشكله تقريبا في النت، او هو ما راحش على رابط معين. طب خلينا نجرب لاخر مره بالشكل ده. خلينا نجرب لاخر مره. سكرابنج بيج http books.toscript.com. قال لي ايرور سكرابنج برضو. طب خليني اروح اتاكد ان النت شغال وارجع تاني. ماشي. طيب تمام، انا رجعت تاني اشوف النت اذا كان في مشكله ولا لا، وطلعت المشكله مش في النت. طلعت المشكله هنا، ان الاتش ريف احنا كاتبينه بشكل غلط. المفروض يبقى ار اي اف، احنا كاتبينه اي ار اف. تمام، يعني غلطه بدائيه جدا. بس خد بالك، لان دايما الفاريبل ده او الاتريبيوت ده بيلخبط في الكتابه، فهي دي المشكله بتاعتنا. وفي حاجه كمان، ان احنا بتحط بريك بعد الاكسبت التانية. بنحط بريك هنا ليه؟ لان هو دلوقتي حصل مشكله مثلا، وان هو ما عرفش يجيب اليو ار ال ده. ماشي. فهو هيفضل يطبع الايرور زي بالمنظر ده كده، يعني هيفضل زي ما كنا بنجرب. فين؟ هنا. ان هو هيطبع الايرور مره واثنين وثلاثه، فانا مش عايزه كده. انا عايزه بعد ما يطبع الايرور خلاص وقف لي الكود، لان هو هيفضل يجيب ايرورز. فوقف لي الكود. فوقف لي الكود دي يعني ايه؟ يعني بريك. طب خلينا بقى نجرب تاني كده نشتغل. نقول له اشتغل على البروجكت بتاعنا. هيجيب الصفحه اللي بعدها ولا لا؟ 100% هيجيبها، لان المشكله كانت في الاتش. ان احنا كنا كاتبينه بس الكلمه بتاعت الاتريبيوت كناش كاتبينها بشكل مظبوط. ها، وريني. ها يا رب. دخل على الصفحه التانيه اهو ولا ما دخلش؟ اه، ابتدى ان هو يعمل سكرابنج لاول صفحه ودخل على تاني صفحه. كده الكود بتاعي شغال. ولو رحت هنا بوكس دوت داتا هلاقيه جاب لي الداتا بتاعت اول صفحه. يبقى انا كده تمام.
انا كده تمام وكل حاجه متظبطه معايا. هسيبه يشتغل مع نفسه خالص لغايه ما يخلص ال50 صفحه وهرجع لكم تاني. طيب دلوقتي اهو بعد ما الكود خلص، تمام. عمل سكرابنج لل50 صفحه بشكل مظبوط. وخلينا كده نتاكد. الله ينور. جايب الداتا كلها بشكل كامل، ورينا كده لغايه اخر سطر. تمام. 1100. خلينا نتاكد كده من العناصر الموجوده. بيقول هنا ايه؟ قال لك 1000 نتيجة من أول صفحة للصفحة ال20. خلاص كده تمام. طب النتيجة الزيادة دي جت منين؟ هقول لك الهيدر اللي انت كاتبه. ما هو الهيدر واخد سطر، يبقى كده الريزلت كلها مظبوطة والمشروع بتاعنا خلص لحد كده. تمام. زي ما قلت لك محتاج منك ان انت تطبقه مرة واثنين وثلاثة. معلش الفيديو طويل، بس الفيديو مهم وبيعلمك كذا تكنيك في النص هتحتاج، وبيعلمك كذا تكنيك في النص هتحتاجهم في مشاريع كتير جدا قدام. تمام. فطبق كده بايدك، ولو في اي مشكله قول لنا واحنا هنساعدك ان شاء الله. فده كان كل اللي عندنا النهارده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.